منى زاهر من اصغر بنات احمد زاهر. قبل نور على طول. منى زاهر يمكن دخلت التمثيل بطريقه غريبه شويه. احمد زاهر حكى الموقف ده قبل كده، بيقول ان انا ما كانش في بالي ان انا اخليها تمثل دلوقتي، او حتى لو كنت عايزه تمثل بس على الاقل مش دلوقتي، لما تكبر شويه. فلقيتها داخله عليا في يوم بتقول لي انا جالي مسلسل وجالي شغل، فاستغربت جدا. فبعد كده بدات اعرف يعني واسال لغايه ما عرفت ان المخرجه مريم ابو عوف راحت لهم المدرسة. كانت هي عايزة، كانت بتعمل مسلسل ليه لأ الجزء التاني، وقتها كان بطولة منة شلبي وأحمد حاتم، وكانت عايزة بنت تبقى بنت أحمد حاتم في المسلسل. فراحت عملت اوديشن واختاروا منى زاهر هي يعني مناسبة للدور. فعشان كده اختاروها للدور وكده، وقالت له ان انا هبدأ ان انا ايه يعني امثل. فهو بيقول انا ما كانش في دماغي وقتها خالص بصراحة ان اخلي منى تمثل، فهي جت كده يعني، جت صدفة باي لك، ما كانش متخطط لها يعني. وحتى كان قبليها بفترة قريبة كان طالع مع إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة، وكان يعني كان معاه كل بناته. وساعتها وقال لما سألته سعاد يونس قالت له انها هتخلي منى ونور يمثلوا دلوقتي، فقال لها لا دلوقتي مش حابب ان هم يمثلوا، لما يكبروا شوية. فبعديها على طول جه موضوع المسلسل ده. فبيقول ان هو جاي بالصدفة، انا ما كانش في بالي خالص ان هم يمثلوا دلوقتي. والمسلسل ده لو تفتكروا كان بطولة منة شلبي واحمد حاتم، وهي كانت بنت احمد حاتم. وكان بصراحة مسلسل جميل جدا جدا. وكان ابن منة شلبي او اللي هي كانت متبنية في المسلسل كان اسمه سليم. برضو كان هما الاتنين لذاذ مع بعض جدا. منى زاهر وسليم كانوا دورهم حلو قوي، ونجح نجاح كبير قوي المسلسل ده، والناس حبته جدا جدا جدا. وبعد كده بدأت ان هي بقى تعمل مسلسلات تانية. عملت بعد كده مسلسل امبراطورية ميم، وده اللي اتعرض في رمضان، كان بطولة خالد النبوي وحلا شيحة لو تفتكروه. كان مسلسل جميل جدا، وكان دورها برضو حلو قوي، والناس حبتها جدا جدا بصراحة. يعني هتلاقي دايما ان الناس بتحب تتفاعل معاها على الفيديوز بتاعتها، وبتحب ان هي تتفرج عليها قوي، لان هي بصراحة دمها خفيف ولذيذة جدا. يمكن كانت زي ملك وليلى وهما صغيرين في نفس السن ده برضو، يعني نفس خفة الدم واللذاذة بتاعتها. بصراحة كانت جميلة قوي، وهي ما شاء الله بصراحة يعني جمال ما شاء الله شكلها، وكمان دمها خفيف، فعشان كده الناس بتحبها قوي. وبعد منى على طول اخر واحده اللي هي نور، ودي برضو مش عارفين اذا كان بقى هتخش التمثيل وهي صغيره ولا لا، لان بنات احمد زاهر 3 لغايه دلوقتي كلهم دخلوا التمثيل وهم صغيرين، بداوا من هم صغيرين. مش عارفين برضو نور هيخليها تمثل وهي صغيره، ولا هيستنى لما تكبر شويه، مش عارفين. بس هي برضو دمها خفيف، لان هي طلعت برضو في برنامج صاحبه السعاده. كان مستضيفه كل بنات احمد زاهر، وبصراحه كانت لذيذه جدا ودمها خفيف. فممكن جدا هي برضو تمثل وهي صغيره.